بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلشي يكون بخير. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديال القناه هذه، وكذلك شكرا للناس الجداد اللي تيتزادوا. اليوم عندي لكم هذا الموضوع مهم، علاش القنوات العائليه بحال هادو كيقدروا يعني يتفوقوا في يوتيوب في 2025، وكذلك بحال القناه تاع زاوية فاميلي حتى هي اللي غادي ندوزو كذلك الارباح ديالها الشهريه، باش تعرفوا علاش هاد القنوات هادو كنشرح اليوم بزاف الاخوان. حيت هاد القنوات هادو خدامين ماشي عشوائيين، وانما خدامين بافكار ديال الفيديو. كاينين بزاف ديال الناس يجيو عندي باش انا نقادو قنوات وكذا، ولكن الفكره ديال المحتوى ما كايناش. مثلا هاد القنوات ديال وصال ولا زاوية فاميلي ما تيديروش فيديوهات فارغه، يعني كتلقى الفيديو ضروري كتلقى مخصوره فيه واحد 500 درهم 600 درهم 700 درهم 800 درهم اكثر. هذا كمثال، يعني الفيديو شحال تقريبا كيخسروا عليه باش يديروا واحد الفكره في الفيديو اللي تثير الانتباه ديال المشاهد، وانهم يكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر، اولا كذلك يشوفوا الفيديو واحد المده طويله. بحال دابا فاش كنشوفوا القناه ديال زاوية فاميلي، الافكار اللي خدامين بهم فافكار اللي زوينه. علاش؟ بعض المرات كيجيبوا هي بوكس مثلا فيها بزاف ديال الحوايج، بوكس هي كرتونه وفيها بزاف ديال الحوايج. ملي كيديروا واحد الفيديو وكيبداو يفتحوا مثلا هذيك البوكس زعما مثلا شنو فيها، وهذا المتابع ضروري تيجي واحد القضيه ديال الفضول، خصو يعرف اشنا هي ديك اللعيبه اللي في هذيك الكرتونه مثلا، ولا كيديرها ولا قداش. ضروري تبقى معاهم في الفيديو ومركز معاهم في الفيديو لواحد المده اللي طويله، وهاد المده اللي طويله هي اللي كتزيد الانتشار ديال القناه. باش ما كانت عندك نسبه المشاهده في الفيديو يعني طويله، باش ما الفيديو كيزيد يتنشر اكثر في المحركات ديال البحث وكيبان بزاف ديال الناس. وكيف ما تنعرفوا كذلك الاقبال على اليوتيوب والانستغرام والباقي من الحوايج ديال السوشيال ميديا، فلا ما عندكش دابا حاليا من القدام راه ما غاديش دير شي حاجه، واخا يكون عندك بروجي، واخا يكون عندك ما عرفتاش، ضروري غادي خصك هذيك لاشين اولا داك لوكونت باش تلعب لا ماركتينغ ديالك مزيان، باش تقدر تبيع اكثر، باش بزاف الحوايج. حيت دابا راه الحوايج غاديين تيغلاو، وبزاف الحوايج تنشوفوهم غاديين تيتطوروا. هادشي علاش كنحاول نشرح لكم هاد المسائل هادو، عاد نعرفوا كذلك القناه ديال وصال وعالي شحال تدخل، وقناه ديال زاوية فاميلي شحال تدخل الاخوان، ولكن ماشي ليكزاكت. غادي نقربكم من الدخل الشهري. علاش ماشي ليكزاكت؟ حيت ملي كتعطي انت واحد الارباح ديال واحد القناه راه مازالين هما كيزيدوا يتجمعوا، ومثلا عاوتاني كتلقى ثاني واحد الطرف من الارباح ديال القناه راه كيكون باقي من الشهر الاخر وتيتزاد، وكيبان لك انت راه العدد كبير، ولكن هو ماشي هو العدد ديال هذا الشهر. داكشي علاش كنحاول نقول لكم ان الارباح اللي تنعطي راه ماشي 100%، راه كتكون واحد 80 85%، باش نشرح لكم مزيان هذه المره اكثر. ونتابعوا ان شاء الله هذا الفيديو هذا اللي غادي يكونوا فيه يعني معلومات زوينه على اليوتيوب، حيت بزاف ديال الناس كيبغيو يبداو المجال الرقمي، فهو دومين اللي زوين وكذلك عنده مستقبل اللي زوين، فنبداو على بركه الله. خدمات ماجيك ديجيتال تقدم لكم أفضل العروض الرقمية الإلكترونية، مثل تفعيل ميزة تحقيق الربح 4000 ساعة و1000 مشترك على قنوات اليوتيوب الصغيرة، وإنشاء حسابات الأدسنس والباقي من الخدمات، مثل زيادة متابعين إنستغرام والتيك توك واليوتيوب، وكذلك صفحات الفيسبوك، وإنشاء المتاجر الإلكتروني واسترجاع الإيميلات أو الحسابات والقنوات المسروقة أو المنسية. إن أردتم التواصل معنا، رقم الواتساب على الشاشة. غادي نبداو اللهم بارك بالقناه ديال وصال وعلي اللي تتلحق ال1,400,000 مشترك. اما بالنسبه للفيديو اللي على القناه لحقوا 394، ولكن غادي يكونوا فيديوهات يعني اللي تحيدوا من القناه. كيف ما عرفنا قلبت دابا حاليا لقيت تقريبا حاطين يلاه هاد الشهر اللي بداو ثاني تيرميو مزيان، تقريبا شي 3 شهور ما رماوش لي فيديو بزاف. رغم الظروف راه الانسان ضروري تجي واحد الانقطاع اليوتيوب، ضروري ما يمكنش انك تبقى مستمر، ولكن مره بقات تحاول انك تعالج بالكوميونيتي اللي هو المنتدى، كيبدا تحيي من الفيديوهات وكذا باش ما طيحش لك لاشين بالمره. وخدم على شنو تيتبعوا المتابعين ديالك، غادي تمشي تقريبا غادي تشوف شنو تيتبعوا المتابعين ديالك، وداكشي علاش غادي تخدم باش انك تبقى يعني محافظ على المستوى ديال القناه ديالك. ديك الساعه فاش تطلعها ممكن انك تبدل المحتوى، ممكن بزاف غادي تعرفوا ولا بعض الحوايج اللي بدلهم يوتيوب يعني في 2025 الاخوان. كيف ما كنا كنشوفوا كان تيعطينا التوتال ديال الفيوز ديال المشاهدات كاملين راه ما بقاوش، وتبدلوا يعني باقي شي حوايج تيتبدلوا جداديه. داكشي علاش الاخوان غادي يصعب يوتيوب من هنا لواحد شويه. علاش؟ حيت كثروا القنوات بزاف، وكل اللهم بارك عنده دخل اللي محترم، يعني الشركات تولي تتخرج اكثر من اللي تدخل،
وغادي نشوفوا غادي يولي نقص في الارباح. كنا كنتمناو يعني يولي الارباح ديال الاب بي ام في المغرب انهم يتزادوا، ولكن لا بالعكس غادي يولوا تيقلوا الاخوان. وداك الشيء علاش خدموا على القنوات ديالكم، اللي بغى يخدم على القناه ديالو يحاول يبدا يبريباري لها من دابا باش من قدام ان شاء الله تكون مزيانه. وحاول يعني تخلي العلاقه ديالك مع المتابعين زوينه بلا ما تدخل فيها داك الشيء ديال البكاء والشكا، وداك الشيء راه ما تيبقاش خدام دابا حاليا الاخوان. ولا الانسان تيبكي في فيديو تيسكيبيو، داك الشيء علاش ما بقاش خدام داك الشيء الاخوان. الوصال وعلي غادي نعرفوا الارباح ديالهم الشهريه الاخوان باش ما نطولش عليكم بزاف، باش ندوزو نعطيكم الزاويه فاميلي حتى هي اللي طلبتها ليا كذلك مع وصال وعلي. تقريبا وصال وعلي تيلحقوا حتى 70,000 درهم الاخوان من هذه القناه تجي في هذا الشهر الاواخر الاخوان، على حساب كانوا منقاطعين وكذا، اللي هي تقريبا 7 المليون مغربيه. غادي نمشيو دابا حاليا للقناه ديال العزاوي فاميلي ونكملوا الفيديو ان شاء الله ونعرفوا بعض الحوايج اللي كذلك على القناه ديال العزاوي فاميلي. كيف ما عارفين المحتوى ديال القناه ديال العزاوي فاميلي هو هذا، يعني كيحاولوا يهضروا بواحد الطريقه اللي يستهدفوا الدراري الصغار والكبار. داكشي علاش دايرين عائله وكيحاولوا انهم يهضروا بهذيك الطريقه، وهذاك الشيء ماشي باش يشدوا غير المتابع اللي مثلا بعقله او لا كيشدوا المتابع من كاع القناه، من الدري الصغير من البات من الام، يعني تيحاولوا يلعبوا على هذه المسائل هذو كامله. وكيف ما تنشوفوا القناه ديالهم اللهم بارك اللي تتلحق 4 المليون ديال المشتركين، عواد القناه ديال وصال وعلي اللي تقريبا تيتبعوا هذوك لي كوبل الجداد او هذوك لي كوبل اللي مازالين تعيشوا داك الرفاهيه وداك الشيء في المغرب، ديك الرفاهيه ديال المغرب يعني ماشي ديال على برا. يعني المشاهدين وداك الشيء محدودين. القناه ديال العزاوي فاميلي لا، يعني شوف الفرق كيجي. العزاوي فاميلي تيلعبوا انهم يستقطبوا المتابعين يعني من الصغار للكبير، كلشي يقدر يتابعهم الاخوان. داك الشيء علاش كيمشيو على هذا المحتوى هذا، وكذلك بنات ودراري تيتبعوا المحتوى. وغادي نتعرفوا كذلك حتى على المحتوى راه تيشبه جايبين هذه الفكره هذه من المحتوى الامريكي، حيت بزاف الاخوان امريكا تيلعبوا على هذا المحتوى هذا حيت مربح بزاف. كيف ما تشوفوا راه ايكيب مدخلينها في البانر ديال القناه، يعني راه بزاف ديال الناس تيخدموا معاهم العائله ديالهم كذلك. شتيها فاميلي الخي فاميلي العزاوي فاميلي الاخوان. كيف ما تشوفوا راه ليكيب ديالو كبيره، لي مينياتور كيف ما تشوفوا كيفاش تيلعبوا عليهم وهاد الامور هادي. هادشي علاش قلت لكم في الاول ان القنوات اللي تيخسروا واحد 600 700 درهم 800 على الفيديو عاد تيبوستيو، تتكون في الفيديو اصلا واحد الفكره. يعني فاش تخسر على الفيديو واحد 500 درهم ولا 600 درهم، تتكون عندك فكره اصلا علاش غادي تخسر هذيك 500 درهم ولا 700 درهم. بحال مثلا فاش غادي دير واحد التشالنج مثلا ما بينك وبين الشخص اللي غادي يصور معاك، وغادي ديروا شي لعيبه بحال هكا ديال الحار ولا شي لعيبه اللي تقدروا شي لعيبه اللي كاينين دابا حاليا. كيف ما تشوفوا الا كنتو تدخلوا هي القناه ديال العزاوي فاميلي راه فيها افكار اللي ممكن تعاودوا تلعبوا عليهم نتوما وتطبقوهم، راه ماشي بالضروره صافي حيت ديروا لهم لا، كاينين افكار وكاينين تشالنج اللي تقدروا تهزوهم نتوما ديروا بحالهم وكذلك تيمشوا فايرال في يوتيوب. ما تقولش لا راه الا قلت لي راه نقلت منه لا، يوتيوب غادي هكا هز من الفكره ديال هذا شويه، هز من الفكره ديال هذا شويه حتى تتكون المحتوى اللي انت باغي. كيف ما عرفنا القناه ديال العزاوي فاميلي الاخوان قلت لكم كيخسروا على الفيديو ديك 600 درهم 700 درهم 800 درهم. علاش؟ باش تكون الفكره في الفيديو، وكذلك الفيديو فيه واحد الحاجه اللي يقدر يشوفها المتابع. مثلا تيمشيو تيشريو شي لعيبات اللي غاليين، تيقول لك اول مره غادي نجربوا هذه، اول مره غادي نجربوا هذه، فهادو كاملين تيثيروا الانتباه ديال المتابع، وكذلك تيديروا الفضول ديال المتابع باش انه يكمل الفيديو. كيزيد يوتيوب يقترحك في الاقتراحات ديال البحث اللي هما اللي هاز يوتيوب مثلا قدرت يطلع ليه الفيديو ديالك بالصدفه ما مشترك عندك ما والو. فهذه هي الميزه اللي كتخلي القناه ديال العزاوي فاميلي تكبر بواحد الطريقه اللي سريعه بزاف، حيت فيها فكره ومخسور على الفيديو. الاخوان ما تيديروش فيديو فابور اللي غادي نجيب بدون معلومه، غادي نهزو غادي نهز الدري الصغير غادي نحطو فوق السداي وغادي نبدا نضر لك عليه. داكشي ما كاينش اللي غادي يتفرج لك فيها الاخوان، اولا غادي تشد ليا واحد سباكيتي هكا وتقول لي تبطي بسباكيتي ولا شي لعيبه. داكشي ما كاينش اللي غادي تفرج فيها الاخوان. علاش؟ خاص تكون فكره في الفيديو عاد باش كيمشي مزيان في يوتيوب. وكذلك لي مينياتور حاولوا تركزوا عليهم مزيان. والعزاوي فاميلي اللهم بارك لي تلحق القناه ديالنا 4 مليون و400 الف متابع و1400 فيديو اللهم بارك. وكاينين قنوات ديالهم اخرين الله يسهل عليهم. حنا كنحاولوا ندوزوا قناه وندوزوا الارباح ديالها غير باش نموتيفيو المتابع وباش كذلك الناس يعرفوا الدخل ديال يوتيوب. يعني ماشي غادي نمشيو نبداو نحسبوا ليه حنا في لوكونت البنكه وشحال من مشروع عنده كذا وكذا وكذا. فهذه امور كتبقى خاصه اخوان. بالنسبه للارباح ديال العزاوي فاميلي غادي نحاولوا نعطيكم
ما نعطيكمش ليكزاكت، حيت علاش كاين واحد المبلغ اللي كبير، دونك غادي نعطيكم الموين ديالو باش يقدر يكون مزيان، اللي غادي نعطيو 9 المليون من هذه القناه ديال الاخوان اللي هي 90,000 درهم اللي تيدخلوا في الشهر تقريبا هاد الاشهر الاخيره، ماشي الشهور كاملين، كاينين الشهور كاملين اللي كاين الشهر يطلعوا بزاف. علاش كتلقى واحد الفيديو ولا جوج ولا ثلاثه مشاو ليهم فايرال اكثر من كانوا كيتوقعوا، داكشي علاش الربح تيكون طالع وما عمر الربح تيكون ستابل الاخوان. هادشي اللي كاين، فدوزت لكم جوج القنوات، عطيتكم بعض الافكار في هاد الفيديو هادو اللي تقدروا تهزوهم وتلعبوا عليهم الاخوان. ما تبقاوش دير لي واحد الفيديو غادي تهزو غتقول لي غادي نصورو غادي يضرب لي ما يمكنش، غادي تخدم على الفكره ديالك وغادي تخدم على المحتوى ديالك، وان شاء الله راه خير من هنا لقدام. واهم حاجه هي الاستمراريه والبروغرام، كيفاش تخدم فلاشين ديالك، هذا هو المهم. وخدم على داكشي اللي تيبيو الناس ماشي داك بيتا باش تمشي مزيان الاخوان. تتجرب جميع الافكار في القناه ديالك الا كنتي يلاه بغيتي تبدا، والفكره اللي غادي تبين لك ان راه هذيك اللي تعجب الناس هي تبقى غادي فيها، غير بعيد من البكا والشكا حيت انا ما خدامش. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديال قناه الخيلي. كيف ما وضحت لكم في هذا الفيديو يعني جوج القنوات، ان شاء الله غادي نحاول ندير فيديو اخر وغادي نوضح لكم فيه بزاف الحوايج، واللي خاصها شي حاجه مرحبا. وشكرا لكم بزاف على المتابعه.